كان الموضوع الذي اقترحه عليه الإخوة في مدينة ولد بالرحيل هو التلفزيون الأسرة المغربية، وهذا يدل على إحساس الإخوة بأهمية هذا الموضوع بل وخطورته. ولقد حاولت أن أبرز الجوانب السلبية التي تغلب على التلفزيون المغربي وتجعله بالنسبة للأسرة المغربية مصدر هدم أكثر منه مصدر بناء. وحاولت تتبع بعض المظاهر بالاعتماد على أطر ومرجعيات معرفية عالمية تحدثت عن نفس المشكل لدى التلفزيونات في دولها، وبينت بعض مظاهر الخلل الموجودة في التلفزيون المغربي كما اقترحت بعض الاقتراحات الأولية بالنسبة للأسرة المغربية حتى تؤطر أبنائها وتحمي نفسها من أثر التلفزيون وفي نفس الوقت تستفيد من إيجابياته. وكان المناقشات تدور حول بعض الإشكالات وبعض التعليقات وبعض الجوانب. أما بالنسبة لي شخصيا تجربتي مع الإعلام المغربي فإن عندي معاناة حقيقية مع هذا الإعلام الذي للأسف الشديد يهمش القضايا المهمة ويثير القضايا الثانوية ويفصلها من سياقها. وقد تعرضت في حادثة ما سمي بالنكتة لهجمة شرسة من جرائد ومن مواقع إلكترونية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بي أو الاستيضاح مني، كما لم تكلف نفسها حتى مشاهدة المحاضرة التي قطعت منها 3 دقائق وهي محاضرة تزيد على 80 دقيقة. وكانت تجربتي المرة مع هذه الحادثة أن إعلامنا يحتاج إلى كثير من التخليق ويحتاج إلى كثير من التروي ويحتاج إلى ثقافة جديدة تبتعد عن الحس المقاولاتي الذي يبحث عن الإثارة من أجل بيع المعلومة والترويج للمطبوعة وجلب القارئين، ويتجه إلى تحري الحقيقة وإلى تحري الصدق وإلى البحث عن المعلومة المضبوطة والصحيحة وأن توضع في سياقها لكي تصبح عنصر بناء وليس عنصر هدم. رسالة للأمازيغ. أنا أحيي الإخوة الأمازيغ في الوطن كله، وأحيي أمازيغ سوس على الخصوص الذين استضافوني واستقبلوني أحسن استقبال في البادية واليوم في المدينة. وأتمنى أن يزول هذا الغبش الذي حاول أن يصنعه البعض، لأنني عبر التاريخ كنت دائما مدافعا عن قضايا الثقافة الوطنية الأصيلة، ولقد حاضرت منذ ربع قرن عن شخصية المختار السوسي وأنا من المعجبين الكبار به. وأتمنى لوطني بكل مكوناته واتجاهاته واختياراته ولغاته وثقافته الموحدة والموحدة أن ينهض في إطار من التآلف والتكامل والتعاون والانفتاح الصحيح.